حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير. النهارده جايالكم النهارده بطاجن باميه واللحمه، بس ايه، لذيذ لذاذه وزي بتاع زمان. شايفين الباميه طالعه الواحده بوحدتها ازاي، ولا اللحمه ما اقولكمش دايبه وجميله. تعالوا نشوف الطريقه ديت ووصفه الطاجن دوت بس بعد الفاصل. نيجي بقى للمقادير بتاعتنا. معانا بصله متوسطه، معانا توم فريش، معانا صلصه طماطم معصوره، معانا صلصه. هعمل ايه دلوقتي بقى؟ اخد التوم الفريش برضو بيدي طعم للاكل وريحه فظيعه. واخد كده البصله بتاعتي اقشرها واغسلها واخرطها تخريط صغير جدا. وكده الثوم انا كده خلصت البصله وهدق الثوم. نيجي بقى على البوتاجاز، حله على النار فيها معلقتين زبده، ونستنى لما الزبده بتاعتنا تسخن، واقوم نازله بنص كميه الثوم اللي احنا دقيناه، وتشوحي الثوم لغايه ما تشم الريحه بتاعته. لما الثوم يبتدي معاكي يصفر زي كده، تقومي نازله بالبصله المقطعاها. وقبل ما البصله تدبل اقوم نازله عليها بمعلقه كزبره ومعلقه فلفل اسود. شمي الريحه بقى وتقلبي. جاي اقوم نازله عليهم بمعلقه الصلصه. تقلبي. هتدوقوا احلى طاجن باميه بيفكرنا بزمان وايام زمان. وبعد كده لما البصله تدبل معاكي قوي كده هي والصلصه والتوابل وتشمي الريحه، تقومي نازله بكيس الباميه. الباميه دي انا مجمداها، يعني انا مفرزاها وحطاها في الفريزر. هنزل لكم الطريقه بتاعتها بس. وتغطيها لما الباميه تفك معاها نفسها كده، توطي عليها النار وتغطيها. شايفين الباميه بقت ازاي بعد ما فكت؟ شايفين الواحده بوحدتها ازاي؟ شايفين كده هي لسه ما استوتش. اقوم عامله ايه هنا تاني بقى؟ حاطه الصلصه بتاعتنا. واقوم حاطه معلقه سكر صغيره ومقلباها وسايباها بقى تتسبك مع نفسها. بعد كده هحط لها الشوربه واللحمه بتاعتنا. الله، شايفين لما الباميه اتسبكت؟ هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا مسخنه طاجن في الفرن. الطاجن بتاعنا في الفرن كده. بعد ما اتسبكت وحطينا اللحمه بتاعتنا وما كترناش الشوربه، اقوم مفضيها في الطاجن بتاعنا. ولو محتاجه شوربه زوديها شوربه. شايفين الطاجن عامل ازاي؟ لازم تسخنيه قبلها في الفرن، يعني لازم تسخنيه قبلها في الفرن الطاجن، وبعد كده تقومي حاطاه في الفرن هيخرج وراها. ده كده بعد ما الطاجن بتاعنا خرج من الفرن. شايفين الجمال والحلاوه؟ والله بيتكلم عن نفسه. معاه بقى شويه بتنجان مخلل وشويه رز بشعريه
انما ايه حكايه. اذا عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى في لايك وشير واشتراك في